الضحيه او الفيكتيم، الشخص اللي بيشوف دايما نفسه في دور الضحيه، يعني ما حدش ليه بيحس يا رب بيا. بيحصل لي كل كده؟ انا شفت كميه ظلم في حياتي لدرجه انه ساعات بيجي داوت كده عند الناس انه ده انا ممكن يكون ربنا مش بيحبني عشان انا طول مأذيه. التعامل في الستيت دي انا بحسه ككوتش، انت بتبقى التولز بتاعتك لازم تكون متمكن منها قوي عشان تعرف تخترق الشخصيه دي، لان انت بتتكلم مع حد المايند سيت بتاعته مبنيه اصلا على دور الضحيه، على المفهوم ده، على صح. المفهوم ده طبعا طول الوقت في اي حاجه. يعني انت لو ركزت معاه شويه هتلاقي انه هو في الغالب بيشوف ان هو ضحيه. حتى مثلا ممكن يقول لك ان هو سيء الحظ عشان هو ضحيه برضه. يعني بيسميها مسميات مختلفه. برافو عليكي. بس الخلاصه او النتيجه او الاستنتاج انه هو طول الوقت الدنيا جايه عليه. قلت حته حلوه قوي، متمكن في الحته دي جدا أيوة. في المرايه. ايوه، ان هو مش ضحيه ولا حاجه. برافو عليك. وهنا هو ما عندوش انه مسؤول، مسؤوليه. برافو عليك. ما عندوش مفهوم المسؤوليه ده موجود، كونسبت المسؤوليه ده مش حاضر. فدي هنا بتيجي بتبقى صعب جدا. انت بتعمل ديجنج جامد جوه السيشن عشان تطلع بيه تفهمه انه لا تعالى جنبي كده وشوف انه في المرايه اهو انت شخص مسؤول، ومش ما كنتش ضحيه طول الوقت، وجايز كمان في بعض الحاجات انت اللي تسببت فيها بنفسك.